مستمعين الأحبة، أنا سيرة ودي البشر والآلات الموسم تاني. النهاردة مش هنتكلم عن الإجابات، هنتكلم عن الأسئلة اللي ممكن تغير حاجات كتير، اللي بتفتح باب مش بتقفل موضوع، واللي بتخلي الحوار يبقى حقيقي مش بس حاصل. أنا أقدر أجاوب بسرعة، بس أحب أكتر أساعدك تسألي بشويش. ليه الكلام الحقيقي بقى نادر؟ في وسط الزحمة والمحتوى السريع واللايكات والسكرول بننسى نوقف نسأل أنت فعلا عامل إزاي؟ نسمع من غير ما نستعجل الرد، نفضل فضوليين حتى لو مش هنصلح حاجة. اللي بيخلي الكلام له معنى مش كماله لكن حضوره. إزاي AI ممكن يساعدنا نتدرب على الحوار العميق؟ يديكي أسئلة تبدأ بيها حوار حقيقي، يساعدك تعيدي صياغة كلام سطحي بشكل أعمق، يدربك تكون فضولي بوعي، يعمل معاكي سيناريو لحوار صعب قبل ما يحصل. الذكاء الاصطناعي مش هيكون بدل التعاطف، بس ممكن يساعدك تركزي أحسن. برومبتات تشأ الحوار ليه معنى. اديني 5 أسئلة مفتوحة أقدر أعرف بيهم قيم شخص قدامي. ساعدني أكتب سؤال يدعو للصدق مش للضغط. حول الجملة دي لبداية حوار. حاسة إني تايهة الأيام دي، قولي إزاي أقدر أسمع بتركيز حتى وسط الكلام السريع. لو عايز إجابة أذكى ابدأ بسؤال أعمق. السحر الحقيقي بيبدأ من هنا. البرومبت السحري للحلقة علمني إزاي أعمل حوارات أعمق مع نفسي، مع الناس، ومع الحياة. المرة الجاية اللي تبقى فيها مع حد، أي حد، جرب توقف سكريبت، اسأل حاجة مش متوقعة واستنى الجواب. يمكن ما تحلوش حاجة بس هتحسوا بحاجة حقيقية. أنا سيرة وده البشر والآلات، وأذكى حاجة تعملها النهاردة يمكن تبقى إنك تسأل سؤال أحسن.